ايه يا ماما؟ عملت كل حاجه انت قلت لي عليها. هطرد ابوه من البيت خلاص، وكل حاجه هتبقى بتاعتي انا. لا يفرق معايا هو ولا ابنه حتى، الاتنين في الجزمه. لا ما تخافيش، كلها وقت وتيجي تقعدي معايا. خلاص بقى. وبرضه اضحك على جوزي يكتب لي كل حاجه باسمي، وبعد كده تكون كل حاجه خلصت وانتهت الحكايه. لا ما يعرفش، وحتى لو عرف اخاف منه في ايه اصلا؟ ده يتخاف منه ليه اصلا؟ ده ولا حاجه في حياتي، ولا ليه اي اهميه اصلا في حياتي. اهم حاجه سعادتك يا ماما، وطالما انت طلبت مني ده يبقى ده اللي هنفذه. لا هي نفذته حلوة قوي، ما تقلقيش. عرفت تجيب واحدة شبهك، اقفلي وهي مش هتتأخر عليك. بصي، انا عايز اسألك سؤال واحد بس، ترد عليا برد مقنع يدخل دماغي. ليه عملت كده؟ ابويا زعلك في ايه؟ ولا جه عليكي في ايه؟ ما تخشنش صوتك عليا وانت بتتكلم. انا اسأله كلامه واضح، ان موقفتيش عدل ورديت عليا عدل وبأدب، على الحلال من ديني لروحك لامك على كرسي او على ظهرك. روحني مش فارقه. مش فارقة؟ ماشي. انا بقى هندمك على كل كلمة بتقوليها وعلى كل حرف بيطلع من لسانك، وانت دلوقتي مش في وعيك ليه. بس بعد كده لما تقعدي وتفكري تعرفي ان انت غلط، ساعتها هتبقى تجيلي وتقولي لي ابوس ايدك وابوس رجلك سامحني انا ما كنتش في وعي. زمن الطبع يا حبيبي انتهى، وانا ما باجيش ابوس ايد حد. طيب ده انا اللي بدوس. هنشوف بالجزمه. هنشوف بجحتك دي انت هتندم عليها بعدين، وانت ليك اخ يترد عليه. بصي، انا مش هتعب ولا اوسخ ايدي في واحده شكلك، فهمتي؟ خدي بعدك واتكلي على الله من هنا، وما اشوفش خلقتك تاني حتى لو بالصدفه.